مش لازم تبقى جامد علشان تبدا او تدور على شغل. ازيك؟ تعال ناخد الخلاصه ببساطه ونتعلمها مع بعض من الصفر. لو قلت لنفسك انا مش جاهز ومحتاج اتعلم كل حاجه علشان ابدا واخد الخطوه وادور على شغل، فبكل هدوء وبكل حب محتاج اقول لك بلاش عبط. محدش فينا استنى لحد ما يبقى جاهز، كلنا في البدايه ولحد دلوقتي بنرمي نفسنا في الميه وبنتعلم العوم واحنا ماشيين في الطريق. عندك انا مثلا اول شغلانه اشتغلتها كنت اي تي هيلب ديسك، كان معايا يا دوبك كورس الاي بلس والان بلس، كان اخري اغير رامات، اغير كابل، انظف الجهاز، حاجات بسيطه خالص. ولكن مع الوقت كنت بجيب اجهزه بايظه من المخزن والعب واجرب واتعلم واشوف المشاكل واحلها وابحث على اليوتيوب وادور على ده وده وده، والكلام ده كان قبل شات جي بي تي، فكان الموضوع بياخد معايا وقت اطول شويه. مره مثلا موظف من الموظفين نسي الباسورد بتاع الجهاز بتاعه وما كانش فيه اكونت ادمنستريتور، فانا مش عارف اعمل ايه. ساعتها قعدت اسرش وادور لحد ما اكتشفت حاجه اسمها الهيرن بوت، ودي نسخه اوبريتنج سيستم فيها اغلب التولز اللي انا محتاجها كهيلب ديسك، زي مثلا ان انا لو نسيت باسورد ممكن امسح الباسورد خالص واخش على الجهاز من تاني. اتعلمت حاجه زي كده. فانا مش جاي اقول لك ان انا جامد، انا جاي اقول لك اني بدات حتى وانا مش عارف معلومه كامله. الخبره ما بتجيش من الفرجه على الكورسات، الخبره بتيجي من الشغل العمل اللي بتعمله بنفسك والغلطات العمليه اللي بتعملها بنفسك، وانت اللي تدور على الحل بنفسك وانت اللي تجرب بنفسك، وده بيخلق جوه عقلك خلايا عصبيه عمرك ما هتنسى بيها حل المشكله دي، وده اللي بيخلي عندك خبره وبيخلي عندك تقل وفرق عن باقي الناس اللي حواليك اللي بياخدوا كورسات. الخبره بتيجي دايما لما تسال نفسك ليه المشكله دي حصلت، وبتيجي برضو من سؤال تاني وهو ازاي احل المشكله دي، ازاي افكر بشكل منظم، ازاي اوصل للحل النهائي، ازاي اتاكد ان المشكله اتحلت، وهكذا. الخبره بتيجي من السؤالين دول، ليه وازاي. فمن دلوقتي جرب وتعلم حاجات جديده كل يوم. مثلا اقرا عن الرامات واتفرج على فيديوهات عن الرامات، افهم مكونات الرامات وافهم انواع الرامات وافهم الفرق بين سرعات الرامات، افتح جهاز الكمبيوتر بتاعك وشوف هو رامات كام وسرعته كام. طب لو عايز اغير الرامات دي او عايز ابدلها، طب لو عايز ازودها اعمل ايه؟ اقرا وشوف بنفسك. مثلا اقرا عن الفيرتشواليزيشن وازاي اقدر اعمل اكتر من جهاز كمبيوتر على نفس جهاز الكمبيوتر بتاعي، وازاي ده هيفيدك في الشغل بتاعك سواء كنت هيلب ديسك او بتخطط انك تشتغل في شغل السيستم والويندوز سيرفر والحاجات دي كلها. اقرا عن الفيرتشواليزيشن وافهم برضو الموضوع بيمشي ازاي. ولو حاسس انك واخد الكورسات الكافيه اللي تخليك تبدا، فمن دلوقتي ابتدي دور على شغل وابتدي اعمل السي في بتاعك وابتدي ابحث وشوف الشركات اللي محتاجه اي تي هيلب ديسك او محتاجه اي شغلانه انت محتاجها. حط السي في بتاعك للشركات دي كلها وابتدي اعمل انترفيوهات وجرب. اكسر الخوف اللي جواك وشوف السوق محتاج ايه، شوف انت ناقصك ايه علشان تلحق ذاكر نفسك. انما طول ما انت بتذاكر كده وخلاص انت ماشي في سكه والشركات محتاجه حاجه تانية خالص. فلا، كل ما تخلص كورسات او انت حاسس ان انت دلوقتي في حته ان انت انا نوعا ما قادر اشتغل وقادر ابقى شخص موثوق فيه والشركات تشغلني، على طول روح دور على شغل وروح ابعت السي في بتاعك وابتدي اعمل انترفيو واحتك بالمجال وشوف هل انا لسه محتاج اتعلم اكتر ومحتاج اتعلم ايه بالظبط، ولا انا كفء وقادر اشتغل من بكره. ولو شايف نفسك لسه مش جاهز، فانا شخصيا عملت دبلومه كامله اسمها اي تي هيلب ديسك، هتعلمك كل شيء عن اساسيات الكمبيوتر واساسيات الشبكات واساسيات السايبر سيكيورتي كمان، وكمان اشهر المشاكل اللي هتقابلك كل يوم وانت شغال هيلب ديسك. ممكن تبعت لي رساله على الواتساب على الرقم ده، هبعت لك كل تفاصيل الكورس. ولو عندك اي سؤال ليه علاقه بمجال الاي تي تقدر تكتبه لي في الكومنتات وهرد عليك في الفيديوهات اللي جايه. ما تنساش صلي على النبي. اشوفك على خير. سلام.